هو دون اللي انا اقصده كده. انت الاهلي اسد القاره، بطل القاره، بطل قاره امريكا، مرعوب منك، مرعوب من قبل ما يقابلك. يبقى هي دي شخصيه النادي الاهلي اللي تخوف الخصم، مش اللي تخلي الخصم يجي وهو كاسر عينك لما شافك في مباراة هزيل. لا، شخصية النادي الأهلي دايما تكون شخصية البطل، شخصية التاريخ، شخصية الكيان. هو دون اللي نفذه بالفعل مارسيل كولر النهاردة أو امبارح في المباراة. العين ما عرفش يكسر الحاجب، العين ما عرفش يرفع الحاجب، العين ما عرفش يقص الحاجب. العين امبارح كان متواضع امام النادي الاهلي. متواضع ليه؟ لان الاهلي ركب المباراه من اول دقيقه في الملعب. يبقى لما تركب المباراه من اول دقيقه وتثمر بهدف واثنين وتخلص المباراه بثلاث اهداف، يبقى انت كده بطل افريقيا فعلا. يبقى هو ده المطلوب منك مارسيل كولر، المطلوب من اللاعب المصري انك انت تلعب بشخصيتك انت، شخصية الاهلي. ما هو انت لو لعبت كل فريق على قد حجمه هتلاقي نفسك حجمك قليل، انما لما تلعب بحجمك انت، الاهلي، تاريخ الاهلي، كيان الاهلي، عظمة الاهلي، بطل افريقيا الاهلي، هتلاقي نفسك مثمر من 3 أهداف ل4 أهداف ل5 أهداف. هتلاقي بطل امريكا جاي وهو مرعوب يلعبك، هتلاقي بطل امريكا جاي وهو خايف يلعبك، مش وهو باصص لك بصه انك انت خرجت بضربات ترجيحيه او كان مستواك هزيل. لا، امبارح امام العين الاماراتي الاهلي كان لعب وفن وتكتيك عالي من مارسيل كولر. اللعيبه كلهم ادوا اللي عليهم وزياده. ياسر ابراهيم النهارده خلى سفيان مش باين خالص، خلى عينه مكسوره، خلى عينه مش قادر يرفع الحاجب. بالفعل ياسر ابراهيم مكسب كبير للنادي الاهلي. رامي ربيعه بصراحه الله اكبر. الشناوي طبعا مستواه هو اساسا احنا عارفين مستوى الشناوي، ولكن خد له فتره متذبذب، بس النهارده شفناه حاجه عظمه على عظمه. الهجوم حسين الشحات، امام عاشور، الناس كلها بصراحه كانت، وسام ابو علي دون ولا تفلته. الهدف اللي جابه وسام ابو علي النهارده لما يتفاجئ كده يلاقي الكرة بترجع لحارس المرمى ويتعامل معاها من لعبه واحده، تقول على المهاجم دون فلته. والمهاجم دون ما دام لقيته فلته لازم النادي الاهلي يحافظ عليه. حافظ على وسام ابو علي يا اهلي، لان بالفعل مهاجم فلته، مش هقول في حقه اكتر من كده. اللعيبه كلهم ده سبحان الله، لما عمرو السوليه نزل ما تعبش، لا ليه الفريق جاهز معاه، دخل في المباراة على طول. تحس ان اللعيبة كانت قد المسؤولية بالفعل امام العين الاماراتي. العين الاماراتي تصريحات المدير الفني الارجنتيني كريسبو، تصريحاتك كلها ملهاش اي 30 لازمة، لانك انت المفروض عارف انك انت هتلاعب بطل افريقيا في قلب داره. طب امبارح الصحفيين ضربوك بسؤال بعد المباراة، ماذا بعد العين الاماراتي؟ بترد بتقول لهم انت مش شايف ايه دول حتتين بطولتين جاي فرحان بيهم؟ وقالوا لك ده خلاص كانوا دول. يبقى العين تعمل ايه بعد كده؟ تسيب الصحفيين وتمشي؟ يا جدع ارتقي. شوف مارسيل كولر بصراحه ما عملهاش قبل كده مع اي صحفي، لازم بيرد على قد السؤال. امبارح شفنا الاهلي حاجه تاني يا حبيبي، حاجه تاني. لا، الاهلي بصراحه بطل افريقيا عن جداره. النهارده بقول له يا اهلي انت بطل افريقيا واسيا، والزمالك اللي كانوا عاوزين الاهلي يغلب بس في نفس الوقت كانوا عاوزين يحفلوا عليه.